فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن شيء مهم جدا، كتير قوي مننا بيعاني منه خاصة في رمضان. وهو ازاي في رمضان في الشهر الكريم اللي المفروض كل الشياطين متسلسلة، ازاي انا برضو بحلم بكوابيس واحلام مزعجة لدرجة ان ساعات بتبقى في احلام حتى جنسية واحلام صعب جدا ان الانسان يتحملها. هنا طبعا معاكم في قناتنا اللي بنتكلم فيها عن اللايف كوتش وازاي تبدأ حياة جديدة، وعن طرق التواصل الروحي اللي تخلي عندك شفافية انك تفهم حالك اول باول. هنوضح ايه الاحلام المزعجة وازاي بتحدث في رمضان وايه تفسيرها عشان الكل يكون مدرك للحتة دي بالتحديد. في رمضان زيه زي بقية الشهور مهاجمة عالم الجن الكافر ليك هي نفس الطريقة وهي نفس السيناريو المتبع في كل شهور السنة. في رمضان لو ناخد بالنا بتصفد بس مردة الشياطين اللي هم أصعب فئة من فئات الشياطين الموكلة بالوسوسة اللي بتزقك للمعصية. ولكن الجن النصراني مش مسلسل، والجن اليهودي مش مسلسل، ولا الجن المجوسي مسلسل، وبالتالي دول محيطين بيك في الشوارع وفي الطرقات وفي كل مكان، وبالتالي انت بتحتك بيهم. وبالتالي كمان لو بتعمل اي سيناريو من سيناريوهات حياتك اللي بتعرضك للمس، يبقى اذا ان انت بتتعرض لهم كمان، زي التركيز مع المراية، زي الحمام والزعيق في الحمام والبكاء والحزن في الحمام، زي النوم وانا في حالة خنقة وضيقة وزعل وحزن وتفكير، زي طبعا حاجات كتير، والأماكن المقفولة المهجورة بقالها كتير. طبعا كل دي أساليب حياتك اللي كانت بتعرضك للمس، فزيها في رمضان زيها بره رمضان. فإذا احتكاك عالم الجن الكافر معاك في حياتك وتأثيره عليك وتأثيرك عليه، حتى كمان قربه منك بسبب أي أسلوب من أساليب حياتك اللي احنا حكيناها في أول الفيديو، ده بيترجم لأحلام منامية بتجيلك نتيجة لتأثير عالم الجن الكافر معاك. حتة كمان لازم ناخد بالك منها وهي القرين. تأثير القرين عليك أوقات كتير قوي بتلاقي بعض الهواجس والأحلام اللي بتحولك لانك تكون انسان مخنوق وتقفل يومك وتضايقك وتخليك في حالة حزن وخنقة وضيقة، بيكون غالبيتها جاية من القرين اللي بيحاول يعمل دوره بانه يفسد عليك حياتك، يفسد عليك دينك، يقفل يومك، وبالتالي يقل انجازك فيه وتقل الطاعات وتقل كل الاعمال الصالحة. وكده عرفنا ان الاحلام المزعجة في رمضان ده شيء طبيعي جدا لنتيجة لوجود الجن اليهودي والنصراني والمجوسي اللي مالي الشوارع والطرقات. إذا عايز تحصن نفسك، عايز حتى تبعد عن الأحلام المزعجة وتتفادى الاحتكاك بعالم الجن الكافر، حاول دايما تاخد بالك من أساليب حياتك اليومية. اوعى تتعرض للمراية بدرجة كبيرة، اوعاك احذر قوي من التعامل بطريقة مباشرة بزعيق وبكاء وحزن أو دلق ماء ساخن في الحمام، وحتى الأماكن المقفولة والمهجورة دايما سمي وانت داخلها، وبالتالي تبقى انت بتتفادى حاجات كتير قوي من اللي بتزعجك في حياتك.